وامبارح احنا اتكلمنا يا جماعه في موضوع الجواز على الامهات. لا الامهات يزعلوا مننا بس اللي هم امهات الرجال اللي بتتجوز، لا في امهات كويسين. في حما بتبقى ام حقيقيه لبنت لمرات ابنها. لكن في حموات كتير دايما بتحفرك وتعمل مشاكل. يعني انا يعني الواحد بحكم بقى وجوده في وسط انا واحد من الشعب يعني، فبيلاقي دايما الحاجات دي هي اللي عامله مشكله. الامهات يعني البنت يعني لو اتاخر الحمل تقعد تحفرك، يا ابني شوف، يا ابني روح اكشف، يا ابني روح اعمل، يا ابني يا ابني يا ابني. يا ست انا عارف انت عايزه تشيلي ولدك، ده شيء جميل، بس بنتي الناس اللي انتوا جبتوها ديت إيه، هنجيبها ونرميها يعني؟ هنجيبها ونذلها؟ هنجيبها ونطلع عين امها؟ ما كانت قاعده في بيتها حاجه معززه مكرمه. انت لو عايزه بقره حضرتك اسف يعني، انت لو واحده عايزه واحده تدور بقى على واحده بتخلف، والاول حاجه تطمن على ابنها قبل ما يتجوز، عشان ما يظلمش بنات الناس. ما ساعات راجل بيتجوز بيطلع ان هو ما يعني غصب عنه، هو راجل و100 فل و10، لكن عنده مشاكل في الحيوانات المشويه. يعني كده. انتوا فاهمين؟ عددها صغير ما بتقدرش توصل للبويضه فما بيحصلش. والاهم من ده كله برضه عشان الحموات الفتينات تبقوا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى هو مش بقوه الرجل ولا بعدد الحنفات ولا بعدد حاجه، ولا هو ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم ايه يا جماعة؟ لا إله إلا الله، جل الله سبحانه وتعالى. ربنا قال يهب لمن يشاء الإناث، يعني أساسا خلفة البنات دي هبة من الله، ما هوش راجل وست وإكس وواي 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 والحاجات الجميلة ديت، لا هو هبة. ويهب لمن يشاء الذكورة، برضه هبة. يا عم أنت مش بتخلف صبيان بس، هو ربنا مديك هبة إن أنت يجيلك صبيان. ويجعل ما يشاء عقيمة، يعني ربنا يأخر عليه ويجعل ما يشاء عقيمة إلى أن يهب الله، إلى أن يهب الله الذرية. فالذرية يا جماعة مش بقوة الرجل ولا خصوبة المرأة، الخلفة من عند الله، يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكورة. يا راجل اللي بتعذب مراتك إن هي بتخلف بنات، هي ملهاش دعوة يا ذكر، ملهاش دعوة يا عم الحاج. روح اتكلم مع ربنا، روح ادعي له، روح عيط له، قول له انا والله العظيم انا شفت يا جماعه معجزه في الايام اللي فاتت دي عجيبه جدا. والله العظيم والله العظيم، شاب متزوج وربنا كرمه وراح يبص لقى البنت، لقاها بنت، وكل ما يجي يعمل سونار يلاقيها بنت، وكل ما لحد والله العظيم لما بكى في يوم وكان نفسه في ولد، ودعا ربنا بقلب صادق وبخاشع وهو عارف ان ربنا هو اللي في ايده كل حاجه. قبل ما مراته تولد باسبوع بيبصوا لقوا ولد، الدكتور يقول له مستحيل، ويجيب الاشاعات القديمه ويجيب كل مستحيل مستحيل. وسبحان الله. فحرام حرام واحده تتطلق عشان هي لسه بتجيب بنات، او واحده بتتطلق عشان بتجيب صبيان، او واحده بتتطلق عشان لسه ربنا ما اذنش. يا اخي ربنا برضو حلل، يعني هي لو ما فيش وانت فاكر نفسك اللي انت 6 في 7 يعني، او 6 في 12 او 6 في 36، اللي انت فاكر يعني نفسك ان انت 100 روح اتجوز، بس ما تنهاش وما تطلقهاش، لان الواحده خلاص ما دام خرجت من بيتها وما بقتش بنت خلاص حرام. ما تدمرش واحده انت اتجوزتها وكنتوا مثلا بتحبوا بعض او بتعزوا بعض او بتحترموا وتقدروا بعض، وانت شايف ان ما تعرفش ايه اللي هيحصل بعد كده. في ناس ربنا بيأجل لهم الخلفه 10 و15 سنه وبعد كده بيخلفوا، لانها هبه يا عم الحاج، هبه. تروح للدكتور يقول لك والله ما عندكم حاجه، ويا عم الحاج والله دي انت زي الفل، دي مراتك ما شاء الله عليها، ومفيش نصيب لسه. خلي بالكم خلي بالكم عشان بنات الناس يا جماعه. الواحد بيزعل على بنات الناس بس، والله بنزعل لما نعرف ان احنا بنوصل يعني ل 250 الف حاله طلاق في السنه. ده ايه ده؟ امال مين اللي فضل متجوز؟ وفي نفس الوقت يا بنتي اختاري صح، وهقول لك تختاري صح ازاي. الى لقاء قادم ان شاء الله، مع السلامه.